من دفاعات فريق الصداقة، بينما فريق دارلوس يدخل اللقاء اليوم بتشكيلة لحراسة المرمى: أيوب الحسني حراسة المرمى، طه خليل، عماد السويري، حسين بن يحيى التونسي، مجد رطيبة، مهند المنصوري، محمود الشلوي، محمود قشور، النيجيري ستانلي، ورويد بن حامد. هذه كرة الآن لمصلحة فريق دارلوس، يستعوض بالفعل، يجيب أول أهداف، يجيب أول أهداف عن طريق اللاعب عماد السويري. عماد يجيب الهدف الأول في الدقيقة الثانية. إذا يتمكن في بداية سريعة درنيسية من انسباك فريق الصداقة. يتمكن عماد السويري الغايب عن اللقاء الماضي أمام فريق الأخضر، ويعوض اليوم بهدف في شباك فريق الصداقة. إذا تتغير النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. يجيب أول أهداف فريق دارنوس على الفريق بتحقيق نتائج متميزة في المسابقة الليبية لكرة القدم. كرة الآن درنيسية، تلعب الكرة تمشي باتجاه رؤوس المهاجمين، خطيرة هذه الكرة، ممكنية بالفعل. ثاني الأهداف، ثاني الأهداف عن طريق رويد بن حامد، يجيب ثاني الأهداف. إذا الدقيقة 25 فريق دارنوس يسجل الهدف الثاني عن طريق رويد بن حامد اللي عادت بالقائم وكملها رويد، ويجيب ثاني أهداف فريق دارنوس رويد. إذا النتيجة تتغير بعد الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب عماد السويري. يعاود دارنوس في الدقيقة 25 عن طريق رويد بن حامد، يجيب ثاني الأهداف. إذا هدفين مقابل لا شيء في آخر لقاءات الجولة التاسعة لمرحلة الإياب من المسابقة. عبد الله العبد، تقطع من عبد الله، تعود سريعة لمصلحة أمجد بن عبدي، يتقدم أمجد بن عبدي، ما زال أمجد بن عبدي يمر على الواحد اثنين، أمجد بن عبدي، وما زال الحكم بإيقاف فعل ركل الجزائري مصلحة فريق دارنوس في الدقائق الأخيرة من شوط اللقاء. في الثالث يكون محقق الأنيق في انتظار التنفيذ. أمجد بن عبدي 29 بن عبدي يلعب كورة ويجيب ثالث الأهداف بالفعل، ثالث أهداف الأنيق. إذا يتمكن فريق دارنوس من إحراز الهدف الثالث عن طريق أمجد بن عبدي، يجيب بن عبدي هدف الثالث. إذا 3 أهداف، النتيجة تتغير في ملعب درنا البلدي لتصبح ثلاثية درنيسية لا شيء لفريق الصداقة. إذا مع فرحة أمجد بن عبدي والتقاط الصور التذكارية، إذا 3 أهداف نظيفة لمصلحة فريق دارنوس في ختام الجولة الأخيرة الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم.